احنا مش مطلوب ان نسامح من ظلمنا، هذا اوبشن، هذا اختياري. حبيت اسامحه، فمن عفا واصلح فاجره على الله، بصير. بس الدين عمره ما علمنا نكون من تحت، ولا علمنا الذل. واحد ظلمني، إلي حق أعد عليه بالاسم، أو أقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ومعنى كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أني أفوض أمر عقوبته إلى الله. بس في خيار أحسن، المسامحة فيه. لكن هل مطلوب مني أسامح غصب عني؟ لا، لأنه في أشياء الله عز وجل ما بيناقضنا بالفطرتنا، هو اللي خلق الفطرة. واحد حكى على واحد في عرضه، ما بقدر أسامحه. واحد حكى علي في سمعتي، كيف بدي أقدر أسامحه؟ واحد في يوم من الأيام قال فلان عمل كذا وكذا، كيف بدي أقدر أسامحه أنا؟ لو أن الله أمرني بالمسامحة بيكون سبحانه وتعالى قد كلفني بما لا يطاق، والله لا يكلف بما لا يطاق. فهو قال لي شوف، أنت عندك خيارين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في خيار ثاني، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأنت حر. فالمسامحة ليست أمرا مفروضا، مش مواجبا. المسامحة أمر بتأخذ عليه أجر زيادة. المسامحة الله أعطاك إياها كخيار، بس مش أمر، لأنه في أشياء ممكن الإنسان ما بيقدر يسامح عليها.